وكده يا صاحبي مبقاش فاضل غير ان انت تكون عارف لو الكاوتش عندك محمل ازاي تقفله كويس وتخليه مش محمل وخفيف معاك بالشكل ده. ايه هي الطريقة؟ السلام عليكم. الكاوتش ده يا رجالة اول ما جه كان جديد لانج لسه. ده كاوتش شاد طبعا مقاس 325 على 18. اول ما جه ربنا كده سبحان الله في مشوارين ثلاثة رزقنا بقطر ولا حاجة واحنا ماشيين وراح هوب عمل الكاوتش بالشكل ده. خد بالك ان الفتحة دي كبيرة. هقول لك نقطة مهمة دلوقتي. الخرم ده كبير يعني مش امان انك تمشي بيه، كمان معظم انواع اللحام مش هتنفع مع فتحة زي دي. انما احنا ماشيين عليه بقالنا حوالي سنة على هذا الشكل. خد بالك ان كده الواحد بيبقى مقرف شوية وهو ماشي، ما بيبقاش مستمتع برحلته وهو ماشي، في قلق وانت ماشي. انما هتتلحم ازاي اولا؟ وهنا يجي نقطة مهمة اللي هو نوع الكاوتش. نوع الكاوتش يا شباب لما بيكون حلو اللحام بينفع، خد بالك يعني. انما في الانواع اللي اقل شوية بعض اللحامات ما تمشيش معاها. طب فتحة كبيرة زي دي ملحومة ازاي؟ دي ملحومة رقعة عادية خالص بالسيليسيون. المفروض ان الرقعة دي مش هتنفع، خد بالك في النوعية دي من الاخرام، الا ان هي نفعت ده بفضل الله قبل كل شيء. وانا شايف ان السبب ان الكاوتش الشيت هو سبب في ان نجاح لحام زي ده. ماشيين وبنجري على اقصى سرعه وبنسافر مسافات طويله جدا وحتت منيله، انما في النهايه برضو يبقى الواحد مقرف برضو، لان الكاوتش من اول ما جه جديد وهو شغال على كده على نفس الرقعه. وعشان كده احنا على طول عشان نقفل القصه دي، انت عارف ان احنا بنحب نمشي كده على افضل حال، حبينا نفتح صفحة جديدة مع الكاوتش وجبنا كاوتش جديد. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه. ده اولا شيت 325 على 18 الرفيع. هو مش رفيع، هو العادي، هو العادي اللي بينزل في الهوجن، هو العادي اللي بينزل في الدايو. تمام، هو بس مش اللي بينزل في الحلاوة، لان اللي بينزل في الحلاوة عريض، بيبقى اعرض من ده شوية، مش عريض قوي يعني، اعرض من ده شوية، بيبقى 350 على 18. احنا دلوقتي لما اشترينا بقى المقاس الاعرض من ده شويه اللي هو بيجي في الموتوسيكل. تعالوا نشوفه. اول حاجه الكاوتش الجديد اهو 350 على 18. طبعا جبنا الكاوتش الشيت برضه. الشيت يا شباب من افضل الانواع في السوق بدون مبالغه، خدوا بالكم يعني. خد بالك ان الكاوتش اللي في الموتوسيكل لو ما كانش شيت كان الخرم اللي موجود فيه دلوقتي ما كانش هيبقى له علاج، وكان هيبقى فيه خطوره كبيره جدا من انك تمشي عليه، وما كانش الرقعه بالسوليسيون ابدا هتنفع معاه. خد بالك يعني. وخد بالك زي ما قلت لك ان نوع الكاوتش بيفرق في ان نوع اللحام ينفع او ما ينفعش، وعشان كده شغالين بقالنا سنه على خرم كبير زي ده، والحمد لله الدنيا مشيت بخير ولسه ماشيه يعني. انما احنا بنحاول نمشي دايما بحاجتنا سليمه عشان ما نتعرضش لاي موقف سخيف على الطريق بالليل، طريق مقطوع، سفر، طريق صحراوي بتاع، مواقف سخيفه جدا يا شباب وعواقبها وخيمه الحقيقه. وعشان كده قلنا نقصر الشر ونجيب كاوتش ونمشي على الاقل. وخد بالك ان ده اهم نقطه، تكون نفسيتنا مرتاحه. دي نقطة مهمة جدا لنا يا رجالة، ان احنا مجموعة من الهواة في الاول وفي الاخر، فاذا ما كانتش النفسية مرتاحة فايه لازمة الهواية من اساسها يعني. اه يا شباب الكاوتش ده اعرض شوية من اللي في الموتوسيكل، خد بالك. تعال نشوف كده. طبعا المقاسات مكتوبة على الورقة اللي ورا، انما برضو احنا هنشوفها. تلتمية وخمسين على 18 اللي في الموتوسيكل، 325 على 18، واللي في الهوجن واللي في الدايو اكسبريس، الهوجن 4 يعني والدايو 4، 325 على 18. اللي بيجي في الحلاوه الاصلي حلاوه اكسبريس اللي نازل فيها
بتاع المصنع 350 اللي هو المقاس ده، اللي هو اعرض شويه، ده في اخر موديل. لكن حلاوه في 2019 كانت نازله بال 325 على 18. تعال نشوف شويه بيانات. اقصى حموله 265 كيلو ماشي. ضغط الهواء 41. كولد بارد 41 ده يا شباب على اقصى حموله، يعني انت ما تمشيش على 41، خليك تحتها باتنين رطل ولا حاجه يعني. هنا سؤال بقى، بعض الناس بتقول لك يعني ايه لازمه دي عشان الكاوتش من الركنه والحموله وكده، او كذا كاوتش فوق بعض، او حتى لو مركون فما يلمش كده. طب ما يلم كده ايه اللي هيحصل يعني؟ لما يلم كده الكاوتش تيوبلس، هيتعبك في التركيب جدا جدا، وممكن يقرفك وممكن ما ينفعش اساسا. لو الخامه دي نشفت ولا حاجه شويه يعني وهو مقفول كده مش هتعرف تركبه. فعشان كده عشان يفضل مفتوح شويه كده. طب المهم بقى سعره كام النهارده؟ شوف يا شباب، لان السعر موضوع مهم شويه. اولا كاوتشات الشيات مش موجوده قوي، يعني انت خد بالك بتلف شويه ما بتجيبها، تاخد بالك يعني. طب لقيتها الحمد لله، تجيبها بسعر كام؟ سعر كاوتش الشيات يا شباب هو افضل سعر له في السوق اظن على مستوى مصر كلها 1300 جنيه، وده اللي انا جايبه بيه. انما الشائع عند الناس اللي هو هتخش عند اي تاجر في البلاد اللي اسعارها حلوه، ما خد بالك في بلاد كده فيها منافسات وبتوع كاوتش كتير وبتاع، اللي اسعارها حلوه هتلاقيه 1350 جنيه. السعر العادي بقى اللي هو عند معظم الناس هتلاقيه 1500 و1400. تمام. فانت يا صاحبي لما تيجي تجيبه ما تجيبوش اكتر من 1300 جنيه، لان ده سعر تقدر تقول التاجر يقدر يبيع لك بيه عادي ويكون كسبان. اكتر من كده بيبقى التاجر مغلي عليك شويه. طب جايبينها منين بقى، ومين التاجر اللي بيبيعها لنا ب 1300 جنيه؟ اللي بيبيعها لنا ب 1300 جنيه هو احمد طلعت ومحمد طلعت، الرجاله بقى من بلبيس. طبعا انا الاستاذ احمد طلعت دلوقتي في الجيش، ربنا يرجعه بالسلامه، والموجود دلوقتي الاستاذ محمد طلعت. هيظهر دلوقتي رقمهم على الشاشه لو حبيت تكلمهم او تتعامل معهم او تجيب. ده الكلام ده يعني بعد ما تسال عندك، لو لقيت سعرهم افضل تقدر تتوجه عليهم وتجيبهم، انما لو لقيت عندك هو نفس السعر فمفيش داعي للسفر يعني. او هسيب لك رابط الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك تحت في اول كومنت، تقدر تتواصل معهم بشكل مباشر. الكلمتين اللي قلناهم دول لو انت هتغير كاوتش خلفي، انما خد بالك يا صاحبي ان انت لما تيجي تغير كاوتش امامي فالجيم هيتغير تماما، والكلام هيختلف تماما، والقصه هتختلف رأسا على عقب. اللي هي ايه بقى والاختلاف في ايه؟ اللي هو انت عايز تجيب نوع كاوتش امامي محترم برضه، زي باور ماكس، زي الشيات، زي بلستون، زي انواع كتيره جدا موجوده اسماء رنانه ومعروفه. انما هتقابلك اول مشكله انك مش هتلاقي عندها كاوتش امامي، خد بالك يعني. ولكن احيانا هتلاقي، يعني الجماعه اللي انا جبت من عندهم الكاوتش الخلف الشيات عندهم صدفت وعندهم كاوتش امامي. طب لقيناه يا سيدي، لا برضو مش دي المشكله، برضو ما تجيبش الكاوتش الامامي من الاسماء دي، باور ماكس والشات والاسماء دي. ليه يا عم بقى، ايه المشكله؟ لان انت لو لقيت الكاوتش الامامي مش هتلاقيه بنقشه زي كده، هتلاقيه كاوتش سيور من شيات ومن باور ماكس والانواع دي. ايه كاوتش السيور ده؟ طيب كاوتش السيور ده بتلاقي الكاوتش عباره عن سيور كده، خطوط كده، والخطوط دي السيور دي بتبقى عاليه، فالعلو ده يبرجل معاك الموتوسيكل. هو بيشتغل عادي خد بالك، انما يبرجل الموتوسيكل، واحيانا كده في الدورانات ممكن يتسبب في انه يقلبك. خد بالك يعني السيور مش ظريفه، واحيانا تهز الموتوسيكل تعمل لك زي غرزه كده وانت ماشي او بتاخد دوران او حاجه مش ظريفه في الكاوتش. السير ممكن يتني كده وانت محمل عليه على جنب ولا حاجه، ممكن تلاقي السير راح عامل كده، فدي حاجه مش ظريفه خالص. مش عشان نوع الكاوتش وحش، لا عشان حكايه السيور مش حلوه. فيا صاحبي لو انت عايز تغير كاوتش امامي فهتضطر تنتظر، احنا ان شاء الله هنغير كاوتش امامي قريب، وهنقول لك ايه القصه وايه هو افضل نوع تجيبه وسعره وتجيبه منين.